ازيك يا ورور؟ ولو عايز تعرف يعني ايه ورور اتفرج على الحلقة الأولى. صحصح بقى معايا وركز واسمع الكلمتين اللي أنا جاي أقولهم لك في 10 حلقة من حلقات مشروع ممكن من إنتاج أصل. حلقة النهاردة يا ورور بتتكلم عن حاجة ممكن توقف حياة ناس كتير وتعطلهم، وممكن تخليك تجري 5 كيلو من غير ما تحس بتعب. حاجة بتحركك من جواك بدون تحكم منك. الخوف يا ورور ممكن يحبسك جوه أوضة ويعزلك عن العالم طول عمرك، يصنع منك مانيكان مش قادر ياخد خطوة أو قرار في حياته. الشعور اللي بيحصل لنا نتيجة توقعنا للأسوأ وقلقنا من المجهول، الشعور اللي بيغير في سلوكنا بسبب طبيعتنا كبشر، فبيخلينا نلجأ دايما للهرب أو إننا نتجمد قدام كل الأحداث اللي بتحصل لنا. الخوف يا ورور بيغير في الوظائف العضوية ووظائف تعرف بوظائف الأيض، ودي بقى عبارة عن مجموعة من التفاعلات الكيميائية بتحصل في خلايا الكائنات الحية، وظيفتها تحافظ على الحياة، وهدفها الرئيسي هو تحويل الغذاء لطاقة علشان يشغل العمليات الخلوية ويحول الغذاء لوحدات بناء للبروتينات والدهون والأحماض النووية وشوية سكريات كده يا أبو الوراور يا سكر. وده اللي بيحصل بسببه تغيير في سلوكنا كبشر بعد شعورنا بالخوف. الخوف كمان مش لازم يحصل نتيجة شيء حصل خوفنا بس، لكن بيحصل كمان نتيجة تصور مواقف ممكن تحصل في المستقبل، فبيبني الشخص مواقف وتصورات سيئة مش حقيقية بناء على مواقف لسه ما حصلتش أصلا. جون واتسون عالم النفس الأمريكي اللي أسس المدرسة النفسية المعروفة باسم السلوكية قال إن في مجموعة من العواطف الأساسية الفطرية، وإن الخوف من العواطف دي زيه زي الحزن والفرح والقلق والغضب. طب إيه اللي بيحصل بالظبط يا أبو الوراور في الدماغ؟ يعني الخوف ده بيشتغل إزاي؟ إيه اللي يخليني أنا كإنسان أخاف مثلا من تعبان رغم إني ما جربتش عضته، أو إنه أصلا ما يطلعش تعبان ويطلع حتة عصاية على الأرض وأنا شفتها تعبان؟ العصاية ما قدمتش اي تهديد يا ورور، لكن انا خفت. دماغك بيوصل لها اشارات يا ورور ان في تهديد على حياتك، وهنا بتبدأ القصة، لان الخوف بيرتبط ارتباط كبير جدا بتمسكنا من الحياة وخوفنا من الموت، وهشرح لك ده كمان شوية. المهم انك بتستقبل الشيء من خلال السمع او النظر او حتى اللمس، وبيتم ارساله لمنطقة في دماغك اسمها اللوزة. اللوزة دي بقى يا ابو الوراور عاملة زي جهاز الانذار بالظبط، مهمتها تحديد اي حاجه بتشكل خطر على حياه الانسان. خلي بالك يا ورور، الاسد فك تلاقيها اوي واوي وعلى طول. بعض العلماء جابوا مجموعه من الفئران وقرروا يحفزوا الخوف عندهم عن طريق الكهرباء. المهم بعد ما اتكهرب شويه منهم بداوا يلاحظوا ان بقيه الفئران بتتجنب الكهرباء، وهو ده باختصار الخوف يا ورور. انك تحس ان في حاجه بتهدد حياتك هيكون رد فعلك حاجه من الثلاثه، يا اما تهرب او تضطر انك تقاتل او تتجمد وما يصدرش منك اي ردة فعل. طب ايه اسباب الخوف؟ يعني انا كانسان ايه اللي يخليني احس الاحساس ده؟ اقول لك يا سيدي، الانسان يا ورور بيتعلم الخوف. غريب صح؟ بس ده حقيقي، احنا بنصاب ببعض المخاوف بقى من عملية التعلم دي، وده اللي اثبته علم النفس، وعلماء النفس سموه تكييف الخوف او الخوف الاشتراطي. وبدأ الموضوع العالم جون واتسون في تجربة اسمها ليتل ألبرت، عملها سنة 1920، والتجربة دي تمت على طفل كان عنده خوف مش طبيعي من الكلاب. في التجربة دي كان الطفل بيخاف من الفئران البيضاء اللي موجودة في المختبر من وهو عنده 11 سنة، وكبر معاه الخوف فبقى بيخاف من اي حاجة بيضاء عندها شعر. يعني كان بيخاف من الكلاب، الارانب، اي حاجة حرفيا، لدرجة انه كان بيخاف من الكرة القطن يا ابو الوراوي. وهنا بنفهم ان الخوف بنتعلمه من المواقف اللي بتمر علينا في طفولتنا. يعني مثلا لو جبنا طفل وقعناه في بير هيتطور معاه الخوف بنسبة كبيرة لما يكبر، فممكن يجيله خوف من المرتفعات اللي هو رهاب المرتفعات، او رهاب الاحتجاز اللي هو خوف من الاماكن المغلقة، او انه يخاف من المية وده بيتقال عليه رهاب المية. مش بس كده يا ورو، ده في دراسة عملها اندرياس اولسون وكاثرين نيرنج واليزابيث فيليبس بتقول ان اللوزة ممكن تترجم احداث ومخاوف الاشخاص التانية. لو انت شفتها تتأثر انت كمان خوفا من انك تمر بنفس اللي هم مروا بيه يا ابو الوراوي. يا نهار ابيض، ما تقعدش مع ناس حياتها تخوف يا ورور، العمليه مش ناقصه رعب. ومعلومه ليك بقى يا ورور، لولا الخوف
الخوف ده كان زماننا انقرضنا من زمان، لان ابحاث علماء النفس اثبتت ان البشر الاوائل كان الخوف عندهم ازيد بكتير من دلوقتي، وده ساعدهم على انهم يقدروا يفضلوا في الحياه وقت اكتر ويتقدموا علشان ينتجوا اجيال جديده تكمل من بعدهم. فما تعايرش حد وتقول له يا جبان علشان خاف من صرصار مثلا، لان بعده عن الصرصار ده ممكن يكون منع ميكروبات معينه تخليه يعيش اكتر منك يا جريء يا جامد انت. في انواع كتير من الخوف، لكن في نوع كده هو الاهم، الخوف من الموت يا ورور. بيقولوا عليه دايما قلق الموت متعدد الابعاد، وده بيندرج تحتيه موت الشخص نفسه او موت المقربين منه، والخوف من المجهول بعد الموت، والخوف من عملية الموت نفسها او الموت البطيء المؤلم. الفيلسوف تشيلي كاجن فحص الخوف من الموت سنة 2007 في دورة مفتوحة، وكان بالنسبة ليه الموت علشان نخاف منه كان لازم يتوفر 3 شروط. اول شرط ان الموت ده يكون فعلا شيء سيء، وتاني شرط ان يكون في فرصة اكيدة ان الشيء السيء ده يحصل، وتالت شرط ان مقدار الخوف يكون على قدر السوء ده، يعني الخوف يكون على قد الحدث، ما يبقاش الحدث قد كده وانا خاف قد كده. وقال ان لو ال3 شروط دول مش موجودين يبقى مفيش شيء يستدعي الخوف من الموت يا ورور، حتى لو كان الموت هو الحرمان من الاشياء الجيدة من وجهة نظر الشخص اللي خايف منه. وفي دراسة تانية سنة 2003 على 167 ست و121 راجل بتتراوح اعمارهم بين 65 و87 سنة. الدراسة دي اتعملت من خلال مقياس اسمه مقياس الخوف من الموت متعدد الابعاد، واكتشفوا فيه ان اعلى نوع من الخوف من الموت هو الخوف الخاص بالجزء الروحاني المتعلق بالديانات وربط الناس الحساب والعقاب والمفاهيم الغلط في الدين، وكمان المقصرين في حق ربنا من وجهة نظرهم. وده اثبت علميا لما اتعملت دراسة اثبتت ان المتدينين اقل خوف من غيرهم، ومش شرط يكونوا متدينين يا ورور، هو طالما مقتنع ان علاقته كويسة مع ربنا حتى لو هو عكس كده هيكون اقل خوف من الموت عن غيره. في جانب اخر من العالم بقى يا ورور بيتماشى في خط متوازي مع اللي احنا بنقوله، الخوف من المجهول او الخوف غير المبرر زي ما بيقولوا عليه، لانه ما بيستندش على مبررات عقلانية لكن بينشأ من تنبؤ الاشياء السيئة زي الخوف من بكرة والخوف من الاخرة. كل الحاجات دي طول ما انا بفترض ان الشيء السيء فيها هو اللي هيحصل هفضل خايف من بكرة. عشان كده جمد قلبك يا ورور، احنا ما عندناش حاجة نخسرها. طبعا الخوف من المجهول بينتشر في الاماكن دايما اللي عليها تهديدات وما فيهاش استقرار، زي الاماكن المعرضة للاعمال الارهابية والصراعات والحروب، والدول الفقيرة اللي اهلها مش عارفين هياكلوا ويشربوا بكرة منين، ما عندهمش رفاهية العلاج، فلو تعب لازم يخاف. احمد ربنا بقى وتعالى نكمل كلام. الخوف رغم انه شعور المفروض ان الانسان يحسه من خلال الطبيعة وتأثيراتها عليه والمواقف اللي بتحصل معاه، الا انه في عصرنا ده اتحول لسلاح تقدر ناس تستخدمه ضد ناس او دول ضد دول لتحقيق مصالح مختلفة. ممكن نلعب بيه في السياسة وفي الثقافة وفي الدين وفي اقناعك بحاجات انت مش مقتنع بيها وفي تغيير هويتك اصلا. ممكن يخوفك من اي حاجة ما بتخوفش لو طلعها لك في فيلم بتخوف. والله يعني تقدر تقول لي ايه اللي يخوف في وش الشخصية اللي في فيلم إيه؟ ولا حاجة، ممكن نشغلها شخصية كرتونية اصلا، بس خلاص انت اتبرمجت ان دي بتخوف، فلو طلعت لك في الشارع وانت لوحدك بالليل بنسبة كبيرة هتترعب منها. كمان الخوف من الحاجات اللي ممكن تغير مسار واتجاهات ناس كتير جدا، وده بيخلي ناس تبعد ناس تانية عن أهداف معينة، وغالبا بتبقى في ألعاب السياسة والتضليل. كمان يا ورور الخوف مرتبط بالأديان بشكل كبير جدا وبفكرة الثواب والعقاب، علشان كده خلي بالك انت بتسمع لمين وخصوصا في الدين، لأن أفكار كتير غلط ممكن تحرمك وتخوفك من حاجات كتير ما تخوفش، وتتحول حياتك مع الدين من المتعة في العبادة للخوف بس. لحد هنا يا ورور احنا بنتكلم عن الخوف العادي، بس لو ما خدناش بالنا كويس ممكن يتحول الخوف العادي ده لحاجة اسمها الرهاب. الرهاب ده بقى يا ورور هو تقريبا كده فوبيا الخوف، يعني مثلا الخوف بيستند على حاجة بتحصل بتخوفك، لكن الرهاب عبارة عن خوف مبالغ فيه وغير منطقي وملوش أي سبب حقيقي ممكن يمنع إنسان من إنه يمارس حياته الطبيعية، لأنه حرفيا بيخاف من كل المواقف اللي أنت بتشوفها طبيعية، زي إنه ينزل ديت أو يكون صداقات جديدة أو يشتغل وسط ناس أو يقدم نفسه، لأنه باختصار خايف من رأي كل الناس دي فيه أو خايف ما يكونش قد الخطوة دي أو غيرها. الرهاب بيخلي الشخص المريض بيه أول رد فعل بيجي في دماغه هو تجنب الموقف، وده
قادر يصنع منه شخص محبوس مش موجود في المجتمع بشكل او باخر. وخلي بالك يا ورور، لان الرهاب الاجتماعي ده من اكتر الامراض المنتشرة بين الشباب حاليا. خلي بالك من نفسك ومن صحتك النفسية، ودوس في الدنيا ما يهمكش. احنا جايين هنا نعيش مرة واحدة، وكل شيء جايز وممكن، وما تنساش ده عهد الوراوي. انا خلصت كلامي وزعلان جدا دلوقتي، بس مش لان الكلام خلص يا ورور، لكن لانك هتوحشني. دي كانت اخر حلقة من الموسم الاول من مشروع ممكن. استناني بقى في الموسم الثاني، هيكون موسم للتاريخ. مش هوصيك بقى من هنا لحد ما ارجع تعمل شير وتتفرج على الحلقات اللي فاتت، وما تنساش تعمل سبسكرايب، لعل وعسى اكون سبب يخليك تقتنع انه ممكن. مع السلامة.